اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله حلقات اشتري ده ولا ده من ضرب كلبك مصر. ولا ده 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 ولا ده. ده ولا ده حلقات بتقوم على المقارنه بين الكلبين، واللي هتساعدك في التعرف على ميزات وعيوب الكلبين من خلال المقارنه ما بينهم، واللي هيتم حسابها بمجموع النجوم بين الكلبين. المقارنه هنا مش لتمييز او لتفضيل كلب عن كلب، المقارنه هنا غرضها حصولك على كلب متوافق معاك بناء على احتياجاتك. لو عندكم اي مقترحات او اضافات تحبوا نضيفها لكم للمقارنه، سيبوا كومنت تحت الفيديو او ابعتوا لنا على صفحتنا على فيسبوك صفحه ترين يور دوج ايجيبت، ونوعدكم اننا هنهتم بيهم كلهم. ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو عشان نقدم لكم معلومات اكتر، وكمان ما تنسوش تكتبوا مقترحاتكم للكلاب اللي تحبوا يكون المقارنه ما بينهم الحلقه اللي جايه. وكمان ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تكونوا من اوائل الناس اللي بتتفرج على فيديوهاتنا اول باول. التحدي النهارده ما بين كلبين من اخطر واشرس الكلاب حول العالم. التحدي النهارده ما بين كلب الالاباي وكلب البوربويل. الطول، الوزن، الألوان. بيأتي كلب الألاباي بألوان متعددة، فمنها الأبيض والأسود والبرندل والرصاصي والبيج، بينما يأتي كلب البوربويل بألوان الأحمر أو البرندل أو البني أو الرمادي الداكن أو الأسود مع بعض البقع البيضاء. يلا بينا نبدأ التحدي. دورة الحياة. بيعيش كلب الألاباي من 12 ل 15 سنة، بينما يعيش كلب البوربويل من 9 ل 11 سنة. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب في فقرة الحياة. الصحة العامة. كلب الألاباي بيتمتع بصحة جيدة، ولكنه بيحتاج للرعاية الطبيعية والمتمثلة في مراقبة الأسنان والأذنين. أما كلب البوربويل من الكلاب الصحية، رغم إنها واحدة من الكلاب كبيرة الحجم واللي بتكون عرضة بشكل أسرع للإصابة ببعض الأمراض زي تشوهات الفخذ والكوع وحساسية العيون، ولكن ده ما يمنعش إنها سلالة بتتمتع بصحة جيدة وقليلة الإصابة بهم. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب. الذكاء. كلب الألاباي من الكلاب الذكية جدا، والتي يفضل تدريبها في عمر مبكر، ولكنه ليس من أقوى الكلاب ذكاء. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب الذكية جدا، واللي يجب تدريبها من الصغر عشان تحافظ على ذكائه وكمان تنميه. وبيكون كلمة السر هنا التواجد بين الأسرة، أحد أهم عوامل نمو الذكاء عند كلب البوربويل. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب. العاطفة نحو العائلة. كلب الألاباي من الكلاب المحبة جدا لعائلتها والمخلصة ليهم بشكل كبير، ولديها عاطفة تجاههم تفوق الكثير من الكلاب. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب المحبة جدا لعائلتها والمخلصة ليهم بشكل لا يصدق، وده ما بيتكررش كتير خصوصا في عائلة الداروس، واللي بتضم كلاب عديدة بتمتاز بالقوة والغضب السريع. وبكده نقدر نقول البوربويل يكسب. المعاملة مع الأطفال. كلب الألاباي من الكلاب الجيدة جدا مع الأطفال، ولكن كبر حجمهم بيخلينا نفكر أكتر في تعاملهم معاهم. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب المحبة جدا والعطوفة مع أطفال العائلة، ولكن هنا يجب ألا تترك مع الأطفال وحيدة نظرا لضخامة جسمه وقوته العضلية الفتاكة. وبكده نقدر نقول البوربويل يكسب. ودهم نحو الحيوانات والكلاب. كلب الألاباي من الكلاب الغير متقبلة للكلاب والحيوانات الأخرى، ويجب تواخي الحذر أثناء تعاملهم معهم. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب الخطرة مع الكلاب والحيوانات التي لم تنشأ معه، وما عندوش أي مانع إنه يدافع عن عائلته أيا كان من الخصم، حتى وإن كان بوربويل آخر. لذا
يجب تربية الحيوانات المطلوب تألفها معه منذ الصغر. وبكده نقدر نقول البوربويل يكسب. القدرة على الحراسة. كلب الألاباي من الكلاب الغير متقبلة للغرباء بسهولة، وكبر حجمهم وغضبهم بيجعلهم أحد أهم الكلاب في عملية حماية الأشخاص والأماكن بجدارة. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب اللي هتسعد جدا بحمايتهم ليك والممتلكاتك، لأنه كلب لا يقبل بالتهاون نهائيا مع الغرباء إلا إذا تم تمريرهم من خلالك، يعني لو مشافكش معاهم يبقى ألف رحمة ونور عليك. عشان كده لو بتدور على حارس مش هتلاقي أفضل من البوربويل حارس ليك. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. التكيف مع العيش داخل الشقة. كلب الألاباي من الكلاب الضخمة واللي ما بيساعدهاش كبر حجمها على التواجد داخل الشقة، كما أنها من الممكن أن تحدث بعض التلفيات عن دون قصد. أما كلب البوربويل فهو أيضا من الكلاب الضخمة والتي لا يفضل أن تتواجد داخل شقة صغيرة الحجم نظراً لاحتياجهم لتفريغ طاقتهم بشكل مستمر. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. للملاك المبتدئين. الكلبين من الكلاب القوية والكلاب الضخمة والتي لا ينصح بتربيتها من المرة الأولى، ولا يفضل أيضاً أن يكون مالكها من أصحاب البنية الضعيفة أو صغيرة الحجم نظراً لقوتهم وسرعة رد فعلهم. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. سهولة التدريب. الكلبين رغم ذكائهم الشديد إلا إن تدريبهم لازم يكون في عمر متقدم، وبيبدأ تدريبهم من عمر 7 أسابيع حتى تحصل على كلب جيد في عملية التواصل والاتصال معا. وهنا الاتنين متساويين. سهولة التنظيف. الكلبين من أصحاب المعاطف القصيرة واللي هتساعدك على تنظيفهم بسهولة وبساطة حالهم حال كل الكلاب الشورت هير. ولكن لو بتقارن ما بين الاتنين فهيكون الألاباي أكثر سهولة من كلب البوربويل. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب. مستوى الطاقة. كلب الألاباي من الكلاب صاحبة الطاقة العالية والتي لديها نشاط ملحوظ يمكن توظيفه في عدة مهام. أما كلب البوربويل فبيملك طاقة عالية تخليه يقوم بنشاط يوم كامل دون تعب أو إجهاد، وده بيرجع لطبيعة تواجده ككلب مساعد للصيادين في غابات أفريقيا، واللي يجب تفريغها للمحافظة على اتزانه العقلي والبدني. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. النباح والعواء. كلب الألاباي مش من الكلاب النباحة، وهو من الكلاب الهادئة، ونادرا ما تنبح لوجود سبب ما أو لتواجد شخص غريب. أما كلب البوربويل من الكلاب التي لا تميل للنباح والعواء، ولكن إذا نشأ في بيئة تميل للصخب فهيكون مراية تعكس الطابع المعاش فيه. وهنا نقدر نقول الاتنين متساويين. تحمل الوحدة. كلب الألاباي من الكلاب اللي ما بتمثلهاش الوحدة مشكلة كبيرة ويمكنها التعامل معاها بكل هدوء. أما كلب البوربويل فهو من الكلاب اللي بتمثل لهم الوحدة مشكلة كبيرة، وبيتحول الأمر عندهم لتخريب وتدمير غير طبيعي، لذا يجب الحرص على التواجد دائما في بيئتها أو إحضار عضو آخر يمثل رفيق للتخلص من التوتر. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب. تحمل البرودة. الكلبين من الكلاب أصحاب المعاطف القصيرة والذي لا يفضل تواجدهم في بيئة باردة لفترات طويلة،
ولكن لو بتقارن ما بين الاتنين فأقدر أأكد لك إن كلب الألاباي عنده قدرة عالية جدا على تحمل أقصى درجات البرودة. وبكده نقدر نقول الألاباي يكسب. تحمل الحرارة. طبعا وبدون أي مقدمات احنا عارفين كويس إن أصل كلب البوربويل بيعود لأفريقيا، واللي بتأكد إن عنده قدرة عالية جدا على تحمل درجات الحرارة العالية. وأيضا كلب الألاباي بيملك قدرة على تحمل الحرارة تميزه عن العديد من الكلاب لامتلاكه معطف مزدوج بيمكنه من التكيف مع درجات الحرارة المختلفة. وبكده نقدر نقول البوربويل يكسب. متوسط سعر الكلبين. كلب الألاباي بيبدأ سعره في مصر من 12,000 وحتى 20,000 جنيه، وبتبدأ سعر المستويات العالية منه من 22 وحتى 40,000 جنيه. أما كلب البوربويل فهو أيضا من الكلاب النادر تواجدها في مصر، وناس كتير بيختلط عليهم الأمر بينه وبين كلب البول ماستيف نظرا للشبه الكبير ما بينهم، وبيأتي سعره في مصر من 12,000 جنيه حتى 15,000 جنيه، وبيأتي المستويات العالية منه من 28,000 جنيه حتى 38,000 جنيه. النتيجة النهائية: الألاباي يكسب. انتظرونا في التحدي الجديد قريب جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.